بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي في الصورة ده عبارة عن الناس اللي هم لابسين بلاطي لونها بني. دول المفروض ان هم يهود. واللي لا الناحية التانية في واحد اللي هو لابس بلطو اسود وعمة بيضة. ده راجل امام مسجد في فرنسا. وده كله حصل أثناء الحرب العالمية التانية، لما كان هتلر طبعا بياخد اليهود دول يحطهم في معسكرات وبعد كده بيموتوا موتة بشعة. فاللي حصل انه امام المسجد ده خالف التعليمات وعمل لهم اوراق هوية على ان هم مسلمين، وهم ما كانوش قليلين برضو. فهم يا دوبك هو دلوقتي رايح علشان المفروض هيسلمهم الاوراق دي، وهم بقى يشوفوا هيروحوا يقعدوا فين. وحطت نفسه طبعا في خطر كبير. فطبعا لان العساكر كانوا بيفتشوا في الاوراق وحاجات زي كده. بس طبعا كل الكلام ده كان مستخبي، ما طلعوهوش الا دلوقتي لما بدأوا ان هم يدوروا على المسلمين وتاريخ المسلمين. مش اليهود طبعا، الناس العاديين، يعني جميع البشر. من كتر ما قالوا لهم ان احنا عنف وارهاب وحاجات زي كده. طب دوت هو التاريخ، هم اللي كاتبينه بايديهم على فكرة. الكلام ده مكتوب بخط واحد طبعا يهودي للتوثيق، مش عشان خاطر يشكروا المسلمين ولا حاجة، لكن حد دلوقتي اكتشفوا ونزلوا. الحمد لله الحقيقة مصيرها تظهر. وربنا يهدينا جميعا.